ايوه يا عم الريبوت، ايه اللي جابك عندي في بيتي؟ بيتك من فين يا ابن الكلب يا عاطي؟ ده انت عفريت، يعني مالكمش بيوت عندي. ده بيتي انا موثقه في الشهر العقاري. اصحابي ده دم عنقه. ها؟ وانت فاكر سايبك؟ ده انا العفريت من عائلة العفارتة. انت ده عفريت، يلا اجيب لك اخواتي خليه يضربوك، يلا اجيبهم لك، حاضر. هات لي اخواتك يا اخي، وريني ايه اعمل فيكم. ده انا اسويكم بانيه وشطه مقليه. يعني كده ماشي، هعيط لك اخوي. يا حمص يا حمص. ايوه يا سعد، ايه في ماله ابن الكلب ده؟ ليه قاعد في بيتنا؟ صاحبك ولا مين؟ ابن الكلب ده عاوز يقعد في البيت وياخده. ياخده فين ده؟ ده على قسطي عاد. ده ياخده مين؟ ده انا هاخد ابو ابوه. يحرق ابو ابوه. انت ده عفريت، يلا لم هلاهيلك واطلع برا من بيتنا يا ابن الكلب. اطلع برا. مش طالع، وريني يا دافي ده معايا انا. يمي مجالي كده بدل بابا ده. قلاشة اضربه يا قلاشة. حاضر يا حمص. طب خد يا ابن الكلب يا عفريت. تضربوني يا ولاد الكلب؟ ده انا اوريكم، لو اناديكم اخواتي يا ولاد الكلب. سوسو حلوقة شنطقة، احذر. ايوه بالعفارة، ايه في معاك؟ الجدعين دول عايزين ياخدوا مني البيت ديت اللي بيها بتاعنا، ويطردونا برا ويضربونا كمان. ايه نعمل لهم دول يا عفريتين؟ نقلعهم بلابيس ونصورهم بالتليفونات يا عم يا ابو العفارته، وننزلهم على السوشيال ميديا، اليوتيوب والفيسبوك والتيك توك. هاي يا ابو العفارته، هو ده الحل المثالي. لا جدع يا بتعرف تفكر، يلا ما هي دي الخطه الحلوه اللي هنعملها بالك يا ابن الكلب. ايوه هنعملها. خلاص يا ابو العفارته، احنا هنلاقي حل للموضوع ديتي. ايه قلت؟ نلاقي حل ولا نتحرك؟ انت اول ما سمعت ان احنا هنقلعكم بلابيس وهنصوركم بالتليفونات وهننزلكم على السوشيال ميديا، اليوتيوب والفيسبوك والتيك توك يا ولاد الكلب، شعب بيخاف ما بتختشيش. خلاص يا بالعرفات عاد. خلاص ما تقولين ايه، خلاص هنتفق وخلاص. خلاص قول امين. خلاص يا عم احنا هنتفق. انا اخد نص الشقة وانتوا تاخدوا نص الشقة. يلا يا عم، يلا ان شاء الله ما حد عنه محوش يا ابني. خلاص، واللي هيتعرضنا هناكله بسنانه وهنصوره بلبوس وهننزله على اليوتيوب والفيسبوك والتيك توك. قلنا ايه؟ خلاص ماشي يا عم الحاج. ماشي يا ابو العفارتة ماشي. يلا كل واحد يشوف حاله مستحاله وخرباته. يلا سلام. نكون عاوزين حاجة نجيب لكم شاي ولا حاجة؟ ماشي. خد يا ده يا باتمان، يلا مش كنت عيان يا ده؟ اخوك الساموراي كان عيان اللي ما تسألش عليه خالص. اخ ده انت، امال ليه بتطلع في الافلام ويقولوا عليك خيراني؟ ده انت طلعت شراني يا اخي. مشاغل يا صاحب الساموراي، انا ما كنتش فايق ومعي شغل كتير ومعي ناس بنقذها وناس بتموت بروح اوديها المستشفى يا عم الساموراي، يعني اعذرني يا اخي اعذرني. يعني ما فيش تليفونات تتصل بيني يا عم الباتمان؟ يا اخي ده انت طلعت وسخ، انت من الندالة يا اخي. انا صاحبك وزميلك يعني وتتخلى عنه؟ يا اخي روح، ده انت طلعت ابن كلب. بصراحة يا ساموراي انا السنة اللي فاتت كنت عيان وراقد في السرير لي اسبوعين، ما انت ما سألتش عليه ولا قلت حتى سمعت التليفون على صاحبي صاحب عمري. ده انت برضه نادل يعني ما جيتش من جرة. ده كله في قلبك يا باتمان، ده انا حتى صاحبك يا اخي. خلاص يبقى كده احنا خالصين واحدة بواحدة. تمام يا باشا تمام. لا مش تمام يا ساموراي. ايه هو واحدة بواحدة؟ ليه ما تسألش على صاحب عمرك من الأول؟ أنا خلي بالك عشان أنت ما جيتنيش أنا كده مش هجيلك. لا مش واحدة بواحدة. يعني انا اعمل لك ايه يا باتمان؟ اعمل لك ايه يعني؟ اقتل لك نفسي يعني؟ طب ماشي اقتل لك نفسي، حاضر اقتل لك. حسن اللي راحت يا أخوي. ده أنا هكلم عم حسنين خليه يحضر لك المدافن وهنمشي في جنازتك وخلاص. ده أنت راجل مش صاحب صاحبه.